مرحبا، اليوم بدنا نحضر أطيب مقلوبة على طريقتي. حقوني على التحضير. قربوا لعند الدجاج وشوفوا كيف دايب دوابين. بدنا نبتدئ بالرز، لأنه الرز بياخد أكتر شي وقت. بنجيب نص كيلو من الرز البسمتي، وبدنا نغسله مشغلة 3-4 مرات حتى تصير المي اللي عم تنزل منهم شفافة ونظيفة وما أحليها. نرجع بنحطهم بداخل جاط وبنغمرهم بالمي ونتركهم منقوعين شغلة ساعة ونص، وبصير وضعهم بالسلام. بهذا الوقت بنجيب كيلو من وراك الدجاج، بدنا ننظفهم نرجع ننقعهم بداخل مي وخل شغلة ل5 دقايق، نرجع بنصفيهم وبنغسلهم، نرجع بنشيل الدجاج وبنحطهم بداخل طنجرة وبنغمرهم بالمي المسقعة، بنحطهم على نار متوسطة حتى تبلش المي بالغليان وتطلع كل الزفرة، بنشيلها وبننزل المطيبات الصحيحة: بصل، جزر، قرفة، ورق غار، فلفل اسود وهيل، وبنتركهم شغلة الثلث ساعة او حتى يستووا نص استوى، نرجع بنشيلهم وبنحطهم على جنب، وبنتخلص من المطيبات الموجودة بداخل المرقة وبنحطها على جنب لانه المرقة اساسية بهي الوصفة. نرجع بهذا الوقت بنجيب راس من البطاطا المقشر وبدنا نقطعه دوائر تكون متوسطة السماكة، نرجع بنجيب كم راس من البندور ونفس السلفة بنقطعهم شرحات متوسطة السماكة، وبنجيب حبة باذنجان منقشرها وبنقطعها نفس السلفة دوائر. نقلي البطاطا والباذنجان بداخل زيت حامي حتى ياخدوا اللون الذهبي. اذا الطنجرة عنا بتلزق فبدنا نحط شي بالكعب حتى ما يلزقوا عنا الدجاج، ورق عنب، شقفة ورقة زبدة، اللي بدكن اياه. نرجع مننزل فوقن الدجاج، منصفط فوقن البطاطا، الباذنجان والبندورة، بنجيب الرز ننقعينه، بنصفيهم وبنرجع بنفردهم فوقهم. بالنسبة للبهارات فبدنا ملعقة كبيرة من بهارات المقلوبة، بنشيلهم وبندوبهم بداخل مرقة الدجاج. بالنسبة لبهارات المقلوبة فلح اكتب لكم هن بالكومنتات، وبنختمهم برشة ملح. وبالنسبة للملح فأكيد حسب الرغبة، نعملهم تقلبتين للمرقة نرجع بننزلهم على الرز، بس انتبهوا ما بدنا بسرعة ننزلهم صاب مباشرة، بكل بساطة بيعملوا فجوة بداخل الرز وبيخلوا الخضرة الموجودة بالكعب تطلع على الوجه، واكيد هذا الشيء ما بدنا اياه. من بعد ما ننزل المرقة بنحطهم على نار متوسطة حتى تبلش المرقة بالغليان، نرجع بنخفف عليهم النار وبنحط الطبقة وبنتركهم حتى يستووا وبيكونوا صاروا جاهزين. وهيدي الأكلة ما بيكون اسمها مقلوبة إذا ما قلبناها. بسم الله. وبهالطريقة بنكون حضرنا أطيب مقلوبة دجاج على طريقتي. وهلا كل وشكور، قربوا لعند الدجاج وشوفوا كيف دايب دوابين وبنحطها فوق الرز. بسم الله. هيدي المقلوب الصح، جربوا هالطريقة ومش رح تندموا.